نخرج رويدا من مباراة الأهلي والهلال. على فكرة تحية كبيرة لجماهير الأهلي، جماهير غير عادية، 50,000 متفرج. شاهدنا هذه الجماهير كانت تقريبا تقضي في الإفطار في ملعب القاهرة. شيء الحقيقة ممتاز جدا، شيء رائع جدا بالنسبة لجماهير الأهلي المصري في هذه المباراة. قلت 50,000 متفرج كانت بالتمام والكمال في ملعب القاهرة. مباشرة كابتن طارق سالم، قلت نخرج من مباراة رويدا نبدأ نجهز لمستقبل الأهلي في الشامبيونز ليج الإفريقية. تقريبا الجميع أثنى على عطاء اللاعبين خاصة من الناحية الهجومية، ولكن تقريبا أيضا أغلب الفنيين أكدوا أن المنظومة الدفاعية للأهلي المصري نسبيا ليست على أحسن حال. يعني في مساحات، ربيع تحدث عن المساحات، تحدث على مشاكل دفاعية للأهلي المصري. الآن تقريبا في أقل من 20 يوم بالنسبة للأهلي المصري على مباراة مهما يكون ستكون قمة، سواء مع الترجي سواء مع الوداد سواء مع الرجاء، ستكون مباراة قمة. هل بإمكان كولر أن يصلح نسبيا الوضعية مقارنة بما شاهدته يوم أمس أو يوم السبت عفوا؟ هو هذا اللازم هيكل، لانه معناتها ضد السودان الهلال السوداني الاهلي اول حاجه يلزموا يجازف، لانه النتيجه الوحيده اللي ترشح الاهلي هو الفوز وبفارق اكثر من هدف. الحاجه الاخرى معناتها ممكن في المقابلات الجايه فما حسابات، فما مقابله الذهاب وين باش تكون التشكيله. نعتقد الرصيد البشري نتاع الاهلي يخول للمدرب انه تكون الطريقه اكثر دفاعيه. وقت يبدا ديانج يلعب في وسط الميدان يعطي اكثر نزعه دفاعيه لوسط الميدان واكثر شراسه لوسط الميدان. مع عمرو السوليه يمكن يوليوا ثلاثه دفاعيين وقت يلعب البرة ويتخلى على أفشة. معناها فما الحلول. الحاجه الوحيده اللي هي يمكن فيها مشكل على مستوى معناتها التغطيه على علي معلول، لانه شفنا بعض اللقطات وخاصه وقت النتيجه هدف لصفر ولا 2-0، فما معناتها كره طويله من حارس المرمى يخرج مهاجم معناتها من فريق الهلال السوداني وجه لوجه، لكن مجنب شويه يقولوا على اليمين. هذوما الاشياء يلزم يصلحها، لانه الاهلي المصري مع الهلال السوداني يمكن ستر ربي، لانه فما عديد لي سيتوياسيون كما نقولوا العمليات كانت تنجم تكون خطيره لو كان الفريق المنافس اكثر معناتها فنيا كان احسن واكثر ايمان بنفسه. معناتها يمكن ضد الترجي ضد الوداد ولا ضد الرجاء هذوما ينجموا يكونوا اهداف. على الاهلي المصري تصليح المنظومه الدفاعيه نتاعو، ممكن باكثر تنظيم دفاعي، باكثر مسانده زاد من المهاجمين للاعبي الوسط الميدان. يمكن مقابله الهلال السوداني اظهرت شويه ضعف، لكن لانها مقابله مختلفه باش تكون على المقابلات الاخرى ما فيهاش برشا حسابات، فيها حاجه واحده انه الاهلي يقدر يفوز. لكن الاهلي المصري بالمردود اللي قدمه خاصه المردود الهجومي وتنوع الرصيد البشري نتاعو، لانه عنده الشحات، عنده كهرباء كيبدا في احسن حالاته، محمد شريف، خاصه بيرسيتاو معناتها حقيقة أحسن لاعب في الأهلي المصري. معناتها هذوما اللاعبين مع اللاعب عطية في وسط الميدان أعطى أكثر حركية لوسط الميدان وأكثر لمسة فنية لوسط الميدان مع عودة عمرو السولية. الأهلي المصري نجم يكون عنده شأن كبير في الشامبيونز ليج، ونعتقد أنه حقيقة ثلاثة فرق باش يكونوا هما المتخوفين أكثر من الأهلي المصري. واضح طارق، طبيعي جدا. بالنسبه لبقيه الفرق نتمنى ان نلاقي اي فريق غير الاهلي المصري، هذه حقيقه. يعني الاهلي المصري هو اكثر الانديه الافريقيه تتويجا بالالقاب.